اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير وبصحة وبسعادة. هقول لكم النهاردة قصة فيها موعظة لأي حد بيستهون بأي حاجة يقولها للتاني وما يعرفش ديت هتكون يعني عواقبها ايه او ممكن تعمل ايه. تعالوا نخش في القصة على طول. في راجل كل يوم كان دايما بيبقى على خلاف بمراته، ودايما كل يوم بيضربها وبيهينها وبيهزقها. جه في يوم ضربها ضربة قاضية خلصت عليها والزوجة توفت. راح لحد من الكبار عندهم في البلد وقال له: يا عم الحاج، انا حصل بيني وبين زوجتي كذا كذا، وانا دلوقتي قتلتها وما ينفعش ابدا اقول ان انا اللي قتلتها، هروح في داهية ويحصل مشاكل بيني وبين اهلها كتير جدا. تخيلوا الراجل الكبير دوت يقول له ايه؟ يقول له: انا هخلصك من الموضوع دوت بسهولة جدا. انت كل اللي عليك بالليل لما اهل البلد كلهم يناموا تشوف شاب حليوة كده وجدع، تقوم جره على جوه بأي طريقة وتقوم قتله ومنيمه جنب مراتك، وكده هيبقى قضية دفاع عن شرفك وهما الاتنين كأنهم كانوا بيخونوك. قال له: الله يفتح عليك، ده ايه الفكرة العبقرية دي؟ انا كده مش هاخد ولا سنة سجن. راح بالفعل وعمل الخطة، وبالليل لقى شاب حليوة كده معدي، راح استدرجه ودخله بيته، وعمل بالفعل نفس اللي الراجل الكبير قال له عليه. الراجل الكبير قاعد مستني ابنه ما جاش من الشغل واتأخر. جه في دماغه على طول الفكرة اللي قالها للراجل اللي قتل زوجته. راح له وقال له: انت عملت الموضوع اللي قلت لك عليه؟ قال له: ايوه عملته، بس مستني الصبح يطلع عشان اشهر الموضوع واقول لاهل البلد. قال له: وريني الشاب اللي انت عملت فيه كده. طلع ابنه. تخيلوا الراجل طبعا اتحسر والدنيا قامت وما قعدتش، وقال له: انت ازاي تعمل كده؟ ده ابني، انا قلت لك اي شاب. قال له: انا ما اعرفش ابنك، انا ما اعرفش حد، انت قلت لي اعمل كذا وهو دوت اول حد عدى عليا. فكل اللي نستفاده من القصه ديت ايه؟ ان انت قبل ما تورط حد في حاجه حط نفسك مكانه. قبل ما تتبلى على حد في حاجه حط نفسك مكانه، ممكن حد يتبلى عليك. قبل ما تكذب في حاجه حط نفسك مكان اللي انت بتكذب عليه ده، ممكن تلاقي حد برضو يكذب عليك. قبل ما تقوم اتنين على بعض حط نفسك مكانهم، ممكن حد يجي ويقوم عليك الدنيا. لو حطينا دايما نفسنا قدام المشكلة وفكرنا ان هي ممكن تيجي علينا في يوم من الايام، اكيد هنتراجع وعمرنا ما كنا هنعملها ابدا. يعني الراجل ده لو كان فكر بس لثواني ان ابنه ممكن هو اللي يكون المقتول، عمره ابدا ما كان فكر في الفكرة الشريرة ديت. ومن كتر الشر بتاعه جات فيه: من اعمالكم سلط عليكم. فياريت يا جماعة نكون ضميرنا صاحي، ونكون عندنا شوية احساس وضمير مع الناس واحنا بنتعامل معاهم. دلوقتي الناس كلها ضميرها، اكترية الناس الا من رحم ربي يعني، ضميرها ماتت. محدش بيبقى يفكر في حد يعني زي زمان. مفيش بقى حد بيفكر غير في مصلحته فقط لغير. طالما الموضوع ده لمصلحتي انا معاك فيه، حتى لو هو ضد الاخرين انا معاك فيه برضو. طالما مصلحتي معاك انا امين معاك. طب انا ما بكلموش، طب انا مش عارفه بقى، معلش مصلحتنا معاه كلمه. طالما مصلحتي معاه اخش بقلب جامد واكلمه. يعني يا جماعه نرتقي شويه بافكارنا، ونرتقي شويه باخلاقنا، نخلينا شويه عندنا احساس ببعض. والله لو كل واحد حس بالتاني لهنكون احسن من كده بكتير غير اللي احنا بنشوفه اليومين دول. وربنا يعافينا ويعافيكم يا رب. واستودعتكم في رعاية الله وأمنه. في فيديو جديد إن شاء الله. باي باي.